حكايتنا بتبتدي واحنا شايفين ندى بتصحى من نومها كلها حيوية ونشاط، لكن مرة واحدة بقى بتتعفرط وبتتجنن أول ما بتشوف مج متساب بره في الصالة. ومن هنا بنفهم إن ندى شخصية منظمة جدا في كل حاجة، طريقة العيشة والأكل الصحي، وحتى كمان في شغلها كانت ناجحة جدا. ومرة واحدة بتدب خناقة بينها وبين جوزها علاء، وساعتها بتزعق له وبتقول له إن إحنا مش عايشين في زريبة، والموضوع بيكبر وصوتهم بيعلى. وفي اللحظة دي بقى بيصحى من النوم أبوها صلاح وبيطلع لهم وبيحاول يهدي الموضوع ما بينهم، وعلشان يعمل كده قال لها معلش ده انا اللي نسيته امبارح بالليل ودخلت نمت. وطبعا ندى مش بتقدر تتكلم معاه وبتسيبهم وتمشي. وهنا بقى بنفهم ان ندى وجوزها وبنتهم امينه عايشين في بيت واحد في الشيخ زايد، وكمان مخليه باباها يعيش معاهم في نفس البيت، وده بسبب ان ندى متعلقه جامد بابوها وما تقدرش تعيش بعيد عنه. بعد كده بنشوفهم هم قاعدين كلهم على السفره اللي كانت كلها عباره عن بروكلي وعصير جرجير واكل كله صحي في صحي. وده اللي خلى جوزها وبنتها أمينة يصطنعوا أي مشكلة مع بعض ويقوموا من على الغدا بسرعة بحجة يعني إن نفسهم اتسدت وكده. وفي الوقت ده أبوها بيحاول يتكلم معاها وبيقنعها إنها تبحبحها شوية في موضوع الأكل ده، وبيقول لها كمان إن بنتها لحد دلوقتي ما تعرفش شكل الممبار. وندى بتقول له طب ما أنا كمان ما أعرفش شكله. بعد كده بنتفاجئ إن باباها وجوزها علاء وبنتها أمينة بيتسحبوا بالليل وبيروحوا لعزت حارس الأمن بتاع الكومباوند اللي بيكون مجهز كل حاجة ساعتها وجايب لهم الشاورما اللي هم عايزينها وهيموتوا وياكلوها. وساعتها بيأكد عليهم إن محدش يجيب سيرة الأستاذة ندى. وفي الوقت ده بقى بتيجي مكالمة لصلاح من حافظ، وده بيكون البواب بتاع البيت القديم اللي كان عايش فيه. وساعتها بيبلغوا إن عربيته اللي راكنة عند العمارة عاملة مشاكل كتير للسكان، وبالذات مدام شاهناز رئيسة اتحاد الملاك، وده طبعا بسبب إنها من كتر الركنة ابتدت تلم الفيران والحشرات. وساعتها صلاح بيرد عليه وبيحذره إن محدش يلمس العربية بتاعته وإنه هيعدي عليه في أسرع وقت. وفعلا تاني يوم الصبح صلاح بياخد علاء وبيطلعوا على الشقة في مصر الجديدة، وساعتها بقى بيشتبكوا مع مدام شاهناز وصوتهم بيبتدي يعلى لحد ما فعلا فار كبير بيطلع من جوه العربيه. وساعتها المشكله بتكبر اكتر من الاول، وده اللي خلى صلاح يطلب من علاء جوز بنته انه يجيب ونش وياخد العربيه للميكانيكي ويصلح كل حاجه فيها. وفي الاخر خالص بيقول له انه هيرجع يبص بص على الشقه. وعزت طبعا بيلاقي نفسه اتصدر زي كل مره ومش بيقدر يقول له لا. وفعلا بنشوف صلاح وهو راجع يشوف شقته القديمه، وساعتها بنحس ان قلبه مليان حنين لذكريات الماضي. بيتمشى في الشقه وبيشوفها حته حته، لكن المفاجاه بقى لما طلع يبص من البلكونه لقى ان الجيران اللي جنبه موجودين، ودي كانت مفاجاه بالنسبه له. وبالمناسبه الشقه دي كانت عايشه فيها زمان حب عمره كله أستاذة ليلى اللي كانت معاه من أيام المدرسة، وحتى لما كبروا دخلوا نفس الجامعة اللي هي فنون جميلة. وساعتها طلع يجري على البواب علشان يسأله هي مدام ليلى رجعت ولا دول ناس ساكنين جديد. والبواب بيقول له لا دول السكان القدام رجعوا بقالهم كام شهر. وساعتها ما كانش مصدق نفسه من كتر الفرحة. ومن هنا بقى جات له فكرة إنه يسيب جواب على باب شقتها ويطلب فيه إنه يقابلها زي زمان. وتاني يوم فعلا بيتقابلوا وبيتكلموا، لكن بنلاحظ إن ليلى ما كانتش مبسوطة، زي ما يكون جواها كلام كتير لكن مش عارفة تقوله. ومرة واحدة بتبص له وبتقول له أنت عايز إيه يا صلاح؟ وساعتها صلاح بيتوتر وبيقول لها إنه عايز يسلم عليها. وبعد كده بيقعدوا وصلاح بيوريها بنته ندى وحفيدته أمينة، ولما سألها عن ولادها قالت له إنها انفصلت من زمان وما خلفتش، ودلوقتي مقضياها إنها بتدي كورسات رسم للأطفال الصغيرين. ومرة واحدة بتقوم وبتقول له فرصة سعيدة وإن هي لازم تمشي دلوقتي. ولما صلاح قال لها ما لسه بدري قالت له أظن إن إحنا سلمنا واتكلمنا، ولا أنت في حاجة تانية عايز تقولها لي؟ وطبعًا صلاح بيتوتر كالعادة وبيقول لها آه طبعًا كنت هاقول لِك إني أوصّلِك، أظن إن طريقنا واحد. وكان رد ليلى ساعتها إنه لأ، طريقهم مش واحد. وتاني يوم بالليل بنشوف صلاح قاعد مع علاء وأمينة وبيقول لهم إنه بيفكر يقعد له يومين في شقة مصر الجديدة لإنها وحشته. وساعتها طبعًا ما كانش يقصد الشقة. وفي الوقت ده بيحذرهم إنه ما يجيبوش أي سيرة لندى لحد ما يمهد لها هو الموضوع بنفسه. وطبعًا لإن علاء ما بتتبلش في بقه فولة بيقول لندى على طول في أول مشكلة تحصل ما بينهم علشان يغلوش على الموضوع. ولما بتواجه صلاح بالكلام ده بيقول لها ده أنا لسه بفكر وبعدين هما يومين وهرجع على طول. لكن ندى طبعا بتتضايق وبتقول له اعمل اللي انت عايزه، لكن هو كالعاده مش بيهون عليه زعلها وبيروح وبيصالحها وبيقدر يقنعها انه هيروح يومين بس علشان يحل موضوع العربيه وبالمره يبص على الشقه. وبيطمنها كمان وبيقول لها انه هيكلمها فيديو كول كل يوم وبيحلف لها بكده، وندى اخيرا بتوافق. وفعلا تاني يوم بيروح صلاح الشقة وبيوضبها وبيرجعها تاني أحسن من الأول. وساعتها بيطلع للبلكونة علشان يشوف ليلى، وفعلا بيشوفها وبيسلم عليها. وفي اللحظة دي بقى بتطلع أمها وبتشوفه، ولما بيسلم عليها وبيقول لها عاملة إيه بترد عليه وبتقول له أنا كنت كويسة بس قبل لما أشوفك، وبتعامله أسوأ معاملة. طب ليه بقى كل ده؟ هنعرفه بعدين. بعد كده بنشوف صلاح بيتمشى في شوارع مصر الجديدة وبيروح يشوف صحاب عمره بتوع زمان، وساعتها استغربوا وقالوا له ازاي ندى سابتك تقعد لوحدك في الشقة دي عمرها ما بتحصل. وقعدوا يتريقوا عليه أول ما ندى اتصلت بيه وهو بالعند فيهم مش بيرد على التليفون. تاني يوم بقى بنشوف ندى وهي قاعدة مع المديرة بتاعتها اللي كانت بتبشرها بخبر حلو جدا، وهو إنها اترقت وهتسافر المكسيك تبع الشركة علشان تبقى مسؤولة عن الفرع بتاعهم هناك، زائد كمان إن مرتبها هيزيد 3 أضعاف بجانب مصاريف المدرسة بتاعت أمينة بنتها.
وده طبعا عرض مترفتش، لكن المشكلة الوحيدة إن العرض ده ليها هي وجوزها وبنتها بس، وباباها مش من ضمن الأوفر ده، وعلشان خاطر تسفروا معاها هتصرف حوالي نص المرتب اللي هتاخده، وده لإنها هتضطر تجيب بيت أكبر وكمان هتكون ملزمة تعمله تأمين طبي لإنه عدى سن ال60. وده اللي خلى ندى تفكر في الأوفر ده مرة واتنين وتلاتة قبل ما تاخد أي قرار. بعد كده بنشوف ندى وهي قاعدة مع صلاح وبتقوله على الأوفر بتاع الشغل، وبتقوله كمان إنه صعب إنك تكون معانا، بس في الآخر بتقوله إنها هتعمل المستحيل علشان يسافر معاهم. وصلاح ساعتها بيقول لها إنها تسافر هي وما تشغلش دماغها بيه، وبيطمنها كمان إنها هتسافر وهترجع هتلاقيه. لكن لما بيعرف إنهم 5 سنين قلبه بيتاخد وبيسكت، لكن برضه بيرجع وبيقول لها إن شاء الله هترجعي وتلاقيني. وفي الوقت ده أمينة بتدخل عليهم وبتطلب من أمها إنها تبات مع صلاح النهاردة، وبعد محايلة كتير جدا ندى بتوافق. وفعلا بالليل صلاح وأمينة قعدوا يتكلموا، وصلاح حكى لها على كل حاجة هو حاسس بيها تجاه ليلى. وساعتها بقى بنعرف إن صلاح وليلى كانوا بيحبوا بعض من وهم صغيرين وما كانوش بيسيبوا بعض أبدا. وساعتها أمينة بتسأله طيب سبتوا بعض ليه؟ وساعتها صلاح قال لها إنه أول ما اتخرج جات له فرصة شغل حلوة بره مصر، ولما قال لها نتجوز ونسافر خافت ومرضيتش، فقال لي يسافر هو سنة ولا حاجة ويرجع يتجوزها. لكن للأسف بقى سنة جابت سنة والدنيا خدتهم وتاهوا من بعض. وفي اللحظة دي أمينة سألته أنت لسه بتحبها؟ وصلاح قعد يتوه في الكلام في الأول وبعدين قال لها طبعا بحبها، ما ده اللي جابني مصر الجديدة أصلا. وساعتها أمينة بتسأله عن علبة مليانة ورق صغير لقيتها جوه صندوق الذكريات، واتضح إن صلاح وليلى زمان كانوا كل شوية يتمنوا أمنية ويكتبوها في ورقة صغيرة، وده علشان خاطر لما يكبروا يحققوها. لكن للأسف كبروا وما حققوش أي حاجة، حتى دلوقتي كمان ليلى بتصبح عليه بالعافية. وساعتها أمينة بتوعده إنها هتساعده يرجع المية لمجاريها، واقترحت عليه إنه يروح لها المكان اللي بتشتغل فيه بحجة إنها عايزة تتعلم الرسم، وفعلا بتنجح في كده. وفي اليوم ده بقى ليلى بتتفاجئ بصلاح وأمينة حفيدته في المكان اللي بتشتغل فيه وهم عاملين نفسهم متفاجئين. وساعتها صلاح قال لها إن أمينة نفسها تتعلم الرسم وجات هنا لما شافت الإعلان على النت، وليلى فعلا بتوافق تعلمها، لكن بتقول لها علشان تبقي عارفة إنك تحبي حاجة مش كفاية علشان تكملي فيها. والكلام طبعا كان موجه لصلاح. وهم راجعين بقى في العربية أمينة بتقوله على فكرة هي لسه بتحبك، وفي نفس الوقت شكلها زعلانة وشايلة منك قوي، وبتنصحه إنه يعمل قرد علشان يطمنها وترجع تثق فيه من جديد. تاني يوم بقى بنشوف صلاح قاعد مع ندى في النادي، لكن ندى كانت متعصبة جدا ومتوترة. ولما سألها مالك بس قالت له إن موضوع السفر ده طلع صعب جدا، وأنا بعمل 100 حاجة لوحدي علشان خاطر نبقى كلنا مع بعض. وبتقول له كمان إنها يأست وبتفكر ترفض العرض. لكن صلاح بيطمنها وبيقول لها طبيعي جدا تبقي خايفة، ما تخليش الخوف يمنعك انك تعيشي حياتك. واخر حاجة بيقولها لها ان الانسان بيندم على انه ما عملش مش على انه عمل. وساعتها ندى بتهدى شوية وبتطمن. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف صلاح قاعد سرحان في علبة الأمان اللي كانت عنده في البيت، وساعتها قرر إنه يكلم ليلى ويطلب يقابلها بره. وفعلا بيتقابلوا في مطعم وبيتعشوا مع بعض، وبعد الأكل صلاح بيبص لها وبيقول لها أنا آسف. وساعتها ليلى بتقول له آسف على إيه؟ بيقول لها على إني سبتك زمان وسافرت. لكن ليلى كان ردها كلمة آسف مش هتغير في حاجة ولا هترجع الزمن. وقالت له كمان أنا استنيتك كتير قوي فوق ما تتخيل، لدرجة إن أهلها قالوا عليها مجنونة، لكن للأسف كلامهم هو اللي طلع صح. وفي الوقت ده طبعا صلاح بقى ساكت ومش عارف يقول لها ايه، وفجأة قال لها انت عندك حق تزعلي وما تصدقنيش، وبيحلف لها انه اول ما شافها تاني حس ان دي فرصة جديدة من عند ربنا وانه لا يمكن يضيعها من ايده. وساعتها بيطلب منها انها تديله فرصة واحدة بس، وبيوعدها انه مش هيخذلها تاني. ولما سألته هتعمل ايه يعني، رد عليها وقال لها هعمل قرد. بعد كده بيطلع لها علبة الأمنيات وبيطلب منها تسحب ورقة علشان يحققوها. ولما بتسحب أول ورقة بتلاقي مكتوب فيها نتجوز، وساعتها بتقول له أنا هسحب ورقة تانية علشان دي ممسوحة. وفعلا بتسحب ورقة تانية اللي بيكون مكتوب فيها نروح الديسكو. وتاني يوم فعلا ما بيكدبوش خبر وبيروحوا الديسكو وبيقضوا أحلى وأجمل وقت مع بعض. وابتدوا كل يوم يسحبوا ورقة والأمنية اللي مكتوبة يحققوها، وورقة تجيب ورقة وأمنية تجيب أمنية، وهم عايشين مع بعض أحلى أيام حياتهم وكأنهم بيحبوا من أول وجديد. لحد ما جت ورقة من الورقات كان مكتوب فيها إنهم يشتركوا في ماراثون القاهرة. لكن في اليوم ده بقى وعن طريق الصدفة بيقابلوا علاء وأمينة عند محل العصير، وعلاء ساعتها بيستغرب وبيقول له أنت من إمتى بتاخد بالك من صحتك وبتروح وبتجري؟ وصلاح وقتها بيقول له أنا ما كنتش لوحدي، أنا كان معايا ليلى زميلتي. وفي اللحظة دي بقى ندى بتوصل وبتتعرف على ليلى، وصلاح طبعا بيحاول يغير الموضوع علشان ندى ما تحسش بأي حاجة، وبياخد ليلى وبيمشوا. بس في الوقت ده ندى حست إن في حاجة مش مظبوطة بس ما اتكلمتش. وفي اليوم اللي بعده بنشوف صلاح وليلى قاعدين على البحر في اسكندرية، وساعتها فضل يحكي لها كتير عن ندى بنته وقد إيه هي متعلقة بيه من ساعة ما مامتها ماتت وسابتها وهي عندها 10 سنين. تاني يوم بقى ليلى وصلاح اتفقوا يتعلموا العزف على الكمانجة، لكن المفاجأة بقى بتحصل لما صلاح جهز نفسه وخلاص نازل من البيت، بيلاقي بنته ندى وجوزها واقفين في وشه على الباب
وبيقولوا له إن المَيّة قطع عندهم في البيت وهيضطروا يقعدوا معاه كام يوم لحد ما المَيّة ترجع، وساعتها ندى بتقول له: "أنت كنت نازل والّا إيه؟ وإيه الكمانجة اللي أنت نازل بيها دي؟" وصلاح كالعادة بيرتبك وبيقول لها إنه نازل يزور صاحبه حسين في المستشفى علشان تعبان شوية، وبالمرة أعزف له شوية وأفُك عنه ونغيّر له جو، لكن حظه الوحش بقى إن في الوقت ده حسين صاحبه بيعدّي عليه في البيت، وصلاح بيحاول يغلوش على الموضوع وبيقول له: "أنت إيه يا عم اللي طلّعك من المستشفى؟" وفي الآخر بيدخّله وبيقعد معاه والموقف بيعدّي، وبيضطر صلاح ساعتها إنه يلغي ميعاده مع ليلى، وبيبعت لها رسالة بكده، وليلى طبعًا بتتضايق لكن ما بتتكلمش، وفي الوقت ده بنشوف مامتها قاعدة وبتتكلم معاها، وبتقول لها: "أنا مش عبيطة وفاهمة كل حاجة بتحصل." وبتقول لها كمان وبتحذّرها إنه اللي سابِك زمان عادي جدًا يسيبِك دلوقتي، وإن كسرة قلبِك في السن ده ممكن جدًا تقضي عليكِ، وليلى بتسمع منها الكلمتين وبتسكت. تاني يوم بقى بنشوف صلاح وهو قاعد مع علاء جوز بنته بيتغدوا بره كالعادة، وساعتها علاء بيقول له: "هو أنت إيه اللي جرالك؟ بقيت بتحب وبتلعب رياضة كمان عايز تتعلم كمانجا؟" وفي الآخر بيسأله: "هو أنت بطلت تخاف من ندى؟" وصلاح بيقول له: "اوعى تكون قلت لها حاجة عن الموضوع ده." وعلاء بيقول له: "أنت فاكر يعني لو ندى تعرف حاجة عن الموضوع ده كان زماننا قاعدين القعدة دي؟" وبيقول له كمان إنه ما ينفعش يعلق حد بيه وإحنا كده كده كام يوم ومسافرين، لكن في الوقت ده صلاح بيصدمه وبيقول له إنه بيفكر ما يسافرش. تاني يوم ليلى بيجي لها مكالمة من مامتها بتقول لها إنها تعبانة جدا، وطبعا ليلى وصلاح بيطلعوا يجروا عليها وفعلا بيلحقوها وبيودوها المستشفى، والحمد لله الدكتور طمنهم وقال لهم إنها كويسة بس يعني محتاجة تظبط أكلها شوية وتحاولوا تخلوها تتمشى شوية وتغير جو. وفي الوقت ده بقى صلاح بيستغل كلام الدكتور وبياخدهم في العربية علشان يفسحها ويخليها تغير جو زي ما قال يمكن ترجع تحبه تاني وترضى عنه. وفعلا في الوقت ده كانت مبسوطة جدا وقعدت واتكلمت مع صلاح وفتحت له قلبها، وساعتها قالت له انها ما كانتش طايقة تشوف وشه وحتى كمان دلوقتي، وده طبعا بسبب اللي عمله مع ليلى زمان. وقتها حذرته وقالت له انه لو كسرت قلب ليلى تاني انا مش هسكت لك. وساعتها صلاح بيطمنها وبيأكد لها انه مستحيل يعمل كده وكمان مستعد يعمل اي حاجة علشان خاطر ليلى. بعد كده صلاح بيرجع البيت، لكن في الوقت ده ندى بتبشره وبتقول له ان الحمد لله خلاص قدرت انها تخلص اوراق السفر كلها، وبتقول له كمان ان احنا خلاص هنسافر كلنا مع بعض، وما كانتش مصدقه نفسها من الفرحه ساعتها. وفي الوقت ده صلاح بيقول لها مبروك وبيحضنها وبيحاول انه ما يبينش اي حاجه، لكن ندى طبعا بتبقى حاسه بحاجه غريبه لكن هي ايه ما تعرفش. وبعد كام يوم بنشوف صلاح قاعد مع علاء وندى بيتكلموا وبيحاولوا يلاقي حل للمشكله دي، وساعتها علاء بيقول له بصراحه انت عامل حركه نص كم، انت ازاي تعشم حد وانت اصلا هتسيبها وتسافر؟ وكانت المفاجاه لما صلاح قال لهم انا قررت اني ما اسافرش معاك، وعلاء ساعتها بيتصدم من قراره ده وبيحذروا ان ندى لو عرفت حاجه زي كده هنروح كلنا في 60 داهيه. وفي الوقت ده مينا بتقترح عليه وبتقول له هي كده كده بايظه، انت تعزمهم هما الاتنين عندنا في البيت وتواجههم ببعض واللي يحصل يحصل بقى. وفعلا صلاح بعديها بكام يوم بيعزم ليلى ومامتها على الغدا عندهم في البيت، والقعده طبعا كانت مليانه بالتوتر ومحدش كان فاهم ايه سبب العزومه دي غير صلاح وعلاء وامينه، لكن واحده واحده القعده بتفك وبيبتدوا ياكلوا مع بعض. وبعد الاكل بقى ليلى بتبقى واقفه مع ندى في المطبخ علشان تساعدها، وفي الوقت ده بيبتدوا يفتحوا مع بعض كلام، وساعتها ليلى بتقول لندى بس بجد برافو عليكي انك ممشيه البيت كله على نظام، وبتقول لها كمان ربنا يخليكم لبعض ويخلي لك علاء وامينه. وندى بقى بتقول لها على فكره احنا مش بس نظام، احنا حياتنا كلنا مع بعض وبابا بالذات يبقى كل حاجه في حياتي. وفي نص الكلام ندى بتصدمها وبتقول لها ده انا حتى جالي اوفر من الشغل اني اسافر وما وافقتش بيه الا لما اتاكدت ان بابا هيسافر معايا، وده اللي خلى ليلى مصدومه ومش مصدقه، وبالذات لما ندى اكدت لها الكلام وقالت لها دول 5 سنين بحالهم. وليلى بتاخد الكلمتين وبتمشي، لكن وهي ماشيه علاء بيقول لها احنا لسه هنحلي وهناكل تورته مع بعض، وساعتها ليلى بتبص لصلاح وبتقول له نبقى ناكلها بقى لما ترجع من السفر يا صلاح، وبتسيبهم وتمشي. وصلاح وقتها بيحاول يلحقها ويفهمها انه مش هيسافر معاهم وانه كان مستني الوقت المناسب علشان يقول لهم كده، لكن للاسف ليلى مش بتصدقه وبتقول له انت كذاب وانا غبيه علشان كنت فاكره انك ممكن تتغير، وبتقول له كمان انت عمرك ما كنت هتقدر تواجه بنتك علشان انت جبان وخايف زي زمان بالظبط لما خفت تواجهني وتقولي انك مش راجع تاني. وبتديله الكلمتين دول في وشه وبتسيبه وهي في قمه القهر. وصلاح طبعا بقى واقف ومش عارف يعمل ايه، يختار بنته اللي روحها فيه ولا حبيبه عمره اللي روحه فيها. لكن الموضوع بيسوء اكتر واكتر لما بيرجع البيت وبيلاقي بنته ندى وهي بتواجهه بالكلام وبتساله ليه عملت كده، وان هي عملت المستحيل ودفعت كل الفلوس اللي محوشاها علشان خاطر يسافر معاهم، وكمان بتقول له اتاريك قاعد ومش عايز ترجع، اتاريك قاعد بتحب. وطبعا بتقول له الكلام ده كله وهي منهاره وبتزعق. وصلاح في الوقت ده كان ساكت وما بيردش، لكن مره واحده بينفجر فيها وبيقول لها انا ما طلبتش منك تعملي لي حاجه وطول عمري بعمل اللي انت عايزاه وبس، واظن من حقي اعمل مره واحده اللي انا عايزه. لكن طبعا كل الكلام ده ما بيعجبهاش وبتقرر تلم هدومها وتسيب البيت وتمشي. تاني يوم بقى بنشوف علاء وامينه قاعدين بيتكلموا مع ندى وبيقولوا لها بصراحه احنا كنا عارفين كل حاجه وصلاح كان خايف يقولك علشان ما تزعليش. وفي الوقت ده علاء بيواجهها وبيقول لها احنا ما بقيناش عارفين نتكلم معاكي ولا فرحانين
فرحانين باللي حاصل، وإنه حقِّك تخافي علينا بس مش للدرجة دي، واعترف لها كمان إنهم بيعملوا كل اللي نفسهم فيه من غير ما تعرف، وساعتها ندى بتقول لهم يعني أنتم كل ده كنتم بتخبوا عليَّ؟ وبتقول لهم كمان أنا كل اللي كنت عايزاه إن إحنا نبقى كلنا كويسين، ومش طالبة من الدنيا أي حاجة تانية غير كده، وساعتها أمينة بتقول لها إن إحنا كده مش كويسين، لكن علاء بيحاول يلطف الموقف شوية، وبيقول لها أنتِ بس لو ركزتِ شوية هتلاقي إن أكيد ده مش جسم واحد ملتزم بأكل البروكلي، وفعلًا الموقف بيتقلب لضحك، وبتعدي الأيام وطبعًا ليلى مش بترد على صلاح، وندى بتبتدي تفهم وتتقبل الموضوع واحدة واحدة، وده طبعًا بمساعدة الدكتورة النفسية بتاعتها، اللي أقنعتها إنها لازم ما تفكرش في نفسها وبس، وباباها من حقه إنه يعيش مبسوط. بعد كده بنشوف ندى بتروح على بيت صلاح، وأول ما بيفتح الباب بتترمي في حضنه، وساعتها بتعتذر له وبتقول له أنا آسفة وما تزعلش مني، وبتعرف منه إن ليلى مش بترد عليه خالص ومش عايزة تكلمه، وساعتها بتنصحه إنه يحاول معاها تاني، وبتقول له في الآخر هي الطول أصلًا، ومش بتكتفي بس بالنصيحة، دي بتروح بنفسها للمكان اللي بتشتغل فيه ليلى علشان تحاول معاها وترجعها لصلاح، وساعتها بتقول لها إنه صلاح بيحبها بجد، وإن عمرها ما شافته مبسوط كده زي ما بيكون مبسوط معاكِ، لكن رد ليلى ساعتها إنها مش عايزة تدخل في حياة حد وتغيرها، وإنها خلاص أخدت قرار ومش هتغيره، لكن ندى بقى ما اكتفتش بكده، راحت لصلاح وقالت له إنه لازم يحاول مرة و2 و3، وقالت له كمان ما تروح لها البيت، ده أنتم الباب في وش الباب، روح لها وقول لها أنا آسف، وساعتها صلاح بيقول لها إذا كانت ما بتردش عليا في التليفون هتفتح لي الباب، وكان رد ندى إنه لازم يحاول، وفكرته بكلامه ليها قبل كده إن الإنسان بيندم على إنه ما عملش مش على إنه عمل، وصلاح فعلا بيقتنع بكلامها. تاني يوم بقى بنشوف ليلى وهي داخلة الشغل وبتتفاجئ بكل صورها مع صلاح من سنين متعلقين قدام عينيها، وفي الوقت ده بتبص وراها وبتلاقي صلاح واقف قدامها وبيقول لها إنه معترف بغلطته اللي عملها زمان وإنه ما حاولش كفاية، وبيقول لها كمان أنت لو فضلتي زعلانة أنا همشي بس هحاول مرة واتنين وعشرة علشان ترجعي لي، علشان أنت تستاهلي كده فعلا وعلشان أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. في الوقت ده ليلى كانت ساكتة وما بتتكلمش، بس السكوت ده ما طولش وعلى طول اترمت في حضنه، ومرة واحدة المكان اتملى بالفرحة والسعادة. للأسف في ناس فاكرة إن الحب بيبقى ليه سن معين، بس ما يعرفوش بقى إن الحب الحقيقي مهما اتأخر دايما بيبقى ليه فرصة تانية، وإن الذكريات ممكن ترجع حياة بحالها لو عرفنا بس نديها فرصة جديدة. ومن هنا بتكون نهاية قصة فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير الفيلم الجاي. تصبحوا على خير.